بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد من قناة موسوعة تراخيص المرور، بنحاول نرد فيه على أهم أسئلة واستفسارات حضراتكم اللي وردت للقناة. لو مهتم بتراخيص المرور تابعنا للنهاية. دلوقتي أنا عندي موتوسيكل مرخصي من 8 سنين. المهم لقيت المشتري عاوز يشتري الموتوسيكل بالحالة اللي هو عليها دلوقتي واعمل له توكيل بيع. فايه اللي بيتم وايه الاجراءات اللي لازم اعملها واخد بالي منها بحيث ما افاجئش بمحضر تبديل لوحات بعد كده؟ فبنقول حضرتك المالك بموجب رخصة التسيير اللي معاك والملف الترخيصي اللي موجود في المرور واللوحات المعدنية اللي موجودة معاك، يبقى حضرتك المالك لحد دلوقتي قدام المرور وصاحب اللوحات المعدنية، وبالتالي المرور يعرفك انت، ما يعرفش الراجل المشتري اللي اشترى بعقد عرفي او توكيل بيع. في حاجات لازم تاخد بالك منها قبل ما تبيع، وما تفرحش انك بعت وخلصت الموتوسيكل. ليه؟ لان انا كمرور طالما ما جددتش الترخيص وما رديتش اللوحات المعدنيه للمرور، من حقي ان انا اعمل لك محضر تبديد لوحات معدنيه. فحضرتك لو المشتري عاوز ياخد الموتوسيكل بالحاله اللي هو عليها، انت ملزم تسدد ضرائب ورسوم مرور متاخره، تعمل له عقد موثق في الشهر العقاري وتمضيه عليه مشتري، مش توكيل بيع. عاوز يعمل توكيل بس ويمشي بيه، فممكن تدفع الضريبه المتاخره وتاخد بيانات للشهر العقاري وتعمل له توكيل بيع. بس في الحاله ديت الافضل طبعا، طالما مش هو يرخص او ما عندوش نيه للترخيص، الافضل انك هتعمل شهاده مخالفات وتسلم اللوحات المعدنيه للمرور، وكذلك شهاده المخالفات ورخصة تسيير، وتاخد نموذج 105 مرور تبيعه بتوكيل. بعد كده انت حر، المشتري مش عاوز يرخص عاوز يبيعه خردة هو حر. المهم تقطع الصلة والعلاقة بينك وبين المرور اللي بتتمثل في رخصة التسيير واللوحات المعدنية. فلو عاوز يشتري الموتوسيكل بدون ترخيص، يبقى سلم اللوحات المعدنية للمرور للاستغناء عن الترخيص قبل ما تبيع، بحيث ما تخشش في متاهة بعد كده. الموتوسيكل عامل مشكلة، انت المسؤول، اتعمل محضر تبديل، انت المسؤول. طبعا المشتري ملوش علاقة، لان لسه ما نقلش الملكية في المرور وما نقلش الرخصة باسمه ولا اللوحات المعدنية، وبالتالي كل حاجة باسمك لحد اما الراجل ينقل الملكية ويرخص باسمه في المرور. دلوقتي انا عملت توكيل من الرخصة، المشتري مش عاوز ينقل الملكية في المرور، مش عاوز يرخص باسمه، فينفع ان انا اروح المرور اعمل استغنى عن الترخيص واجيب اللوحات المعدنيه واعمل مشاهده مخالفات واسلم الكلام ده كله المرور. فبنقول المرور ليه الاوراق. يعني ايه ليه الاوراق؟ حضرتك جبت اللوحات المعدنيه وسلمتها، عملت مذكره فقد للرخصه، ده تحت مسؤوليتك انت، بس في جميع الاحوال انت المالك او ما زلت المالك قدام المرور، واللوحات المعدنيه بتنطق باسمك. فلو عملت مذكره فقد للرخصه، محضر فقد للوحات المعدنيه، شهاده المخالفات، ممكن تسلمه للمرور للاستغناء عن الترخيص. بس طبعا الراجل شاري منك بتوكيل، فلازم تراجعه الاول بحيث ينقل الملكيه في المرور ويرخص باسمه. وفي الغالب النوع ده من المشاكل بيتحل بالاعداد العرفيه، لان الاجراءات القانونيه بتاخد وقت وطويله وبتغيب. فالحل العرفي هو اسرع واسهل حل بحيث ما تقعش في مشاكل بعد كده. في ناس كتيرة بتقول لك ايه، والله ده انا اروح ابلغ بسرقة الموتوسيكل بحيث يتمسك منه غصب عنه ويجي يدور عليا. فبنقول حضرتك لو بلغت بسرقة الموتوسيكل ومعاه توكيل بيع، فالصح زي ما قلنا ان حضرتك تخلص عرفي او تقضي تحل المشكلة ديت بقعدة عرفية، بحيث الراجل المشتري حاجة من الاتنين: يسلم اللوحات المعدنية للمرور للاستغناء عن الترخيص، او ينقل الترخيص باسمه في المرور. انما ما تبلغش بسرقه الموتوسيكل. لازم تراجع المشتري الاول، تشوف المانع من الترخيص ايه، مش عاوز يرخص يديلك النمرتين تحل بيهم المشكله، بحيث ما يحصلكش او ما تعملكش محضر تبديد بعد كده وتلاقي نفسك نازل متهم في جنح التبديد لوحات معدنيه. بايع عربيه من 3 سنين، الراجل المشتري اللي عاوز يرخص ولا عاوز يرد اللوحات المعدنيه للمرور، وانا عاوز اقفل التامينات والضرايب، فاعمل ايه؟ حضرتك بتشوف الحل الودي الاول، ما نفعش بتعمل محضر اثبات حاله وتخطر المرور بواقعة البيع، وبالتالي بتعمل بعد كده او بترفع دعوى براءة ذمة بتختصم فيها الراجل المشتري
بموجب عقد البيع. وبتختصم إدارة المرور أو وحدة المرور اللي تابع لها محل الترخيص، بتختصم التأمينات والضرائب، بحيث بتخلي مسؤوليتك عن العربية والمتأخرات المترتبة عليها من تاريخ البيع لحد دلوقتي. الحكم اللي بيصدر في دعوى براءة الذمة حجة على الكافة وحجة على المرور والتأمينات والضرائب. وبالتالي أول حاجة هتعملها هتشوف الحل الودي أو الحل العرفي الأول، بحيث تحل المشكلة مع المشتري. منفعش هتلجأ للطرق الأخرى اللي هي محضر إثبات حالة في اسم الشرطة، وبتخطر المرور بإنذار على قد محضر بإنك بايع العربية ومش مسؤول عن الضرائب والتأمينات بتاعتها لحد من تاريخ انتهاء الترخيص لحد دلوقتي. بما إنك بعت وترفق بالإنذار وصورة من شهادة محضر التصديق بتاع عقد البيع وصورة من محضر إداري اللي أنت عملته بإثبات الحالة، بحيث بعد كده بترفع دعوى براءة ذمة على الراجل المشتري وعلى المرور، وتاخد حكم قضائي ببراءة ذمتك من كل المتأخرات على العربية من تاريخ توثيق عقد البيع في الشارع العقاري. في حد بيسأل دلوقتي أنا القانون مانع التوكيل في سيارات ذوي الهمم، فإيه الحل؟ فبنقول السيارة منفاة جمركيا، الإعفاء ده هو مقرر لمصلحة ذوي الهمة، والدولة بتسمح له بأنه يجيب عربية من بره لتنقلاته الشخصية ولتسهيل تنقلاته. وبالتالي الإعفاء مقرر لمصلحة ذوي الهمة. القانون 10 سنة 2018 منع موضوع التوكيلات على السيارة من تاريخ الإفراج الجمركي حتى رفع الحظر. اترفع الحظر الجمركي اعمل توكيل زي ما انت عايز، انما قبل رفع الحظر الجمركي ممنوع التوكيلات في سيارة ذوي الهمم. العرف جرى على ايه والناس بره بتعمل ايه؟ الناس ما بينها وما بين بعضها بتاخد توكيل عام بالبيع السيارات ماركة كذا موديل كذا، انما الشارع العقاري ممنوع عليه اصدار توكيلات لسيارات ذوي الهمم طالما عليها حظر جمركي. اترفع الحظر، ذوي الهمة بياخد شهادة بيانات للشارع العقاري عشان يعمل لك عقد بيع موثق بعد رفع الحظر الجمركي. قبل رفع الحظر لا في توكيل ولا في بيع ولا في حاجة خالص، هي كلها أوراق عرفية. كل اللي ليك قبل رفع الحظر الجمركي توكيلات ما بينك وما بين الولي الطبيعي لذوي الهمة، أو عقود عرفية ما بينك وبين ذوي الهمة. إنما العقود العرفية ديت أو التوكيلات العامة مش ملزمة للمرور، وزي ما قلنا ممنوع على الشارع العقاري إن هو يعمل توكيل بالبيع ببيانات السيارة. فالعرف جرى أو الناس بتعمل إيه؟ بتعمل توكيلات عامة. تمام؟ أنا دلوقتي شارب عقد مسجل، السيارة عملت حادثة، عاوز أسلم اللوحات للمرور لاستغنى عن الترخيص، فبعمل إيه؟ علما بأن الضريبة منتهية، فبنقول الضريبة منتهية يبقى هتحتاج تسدد ضريبة جديدة من تاريخ آخر ترخيص لحد دلوقتي بحد أقصى 5 سنين. وعشان تستغنى عن الترخيص بتسلم صورة من العقد المسجل، بتسدد ضرائب ورسوم المرور المتأخرة بحد أقصى 5 سنين، بتعمل شهادة براءة ذمة وتسلمها للمرور، وبتفك اللوحات المعدنية وتاخد نموذج 105 مرور. طبعا النموذج اللي هيطلع فيه اسم المالك القديم لأن حضرتك لسه ما رخصتش باسمك، وبالتالي السيارة مقيدة أو مسجلة في إدارة المرور باسم المالك القديم صاحب اللوحات المعدنية. لما تيجي ترخص بترخص بالنموذج 105 مرور، وبتنقل الملكية بأصل العقد المسجل الموجود معك. يبقى عشان استغنى عن الترخيص لازم أسدد ضرائب ورسوم المرور متأخرة، بعمل شهادة براءة ذمة، بسلم الرخصة المنتهية واللوحات المعدنية وشهادة المخالفات للمرور، وباخد نموذج 105 مرور المدون فيه جميع بيانات السيارة. لو عندك مشكلة في تراخيص المرور تابعنا على قناة موسوعة تراخيص المرور على اليوتيوب وأكيد هتستفيد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.